بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا عندنا تكريم من قبل الكابتن رضوان السعود، يستاهل كل التقدير والاحترام. طبعا هو اجتهد اجتهادات فرديه، لابد انه تكون ان شاء الله في المستقبل داعم لجميع الابناء في اكاديميه الامل المستقبل. طبعا اليوم عندنا تكريم بسيط جدا، ان شاء الله انه يكون دافع معنوي لجميع اللاعبين، ونعتذر من الناس اللي ما حالفهم الحظ انه يكون من الناس الجيدين. وان شاء الله باذن الله القادم حيكون افضل من خلال البرامج اللي يطرحها الكابتن رضوان. عندنا اليوم طبعا اللاعب واعد، طبعا لاعب واعد انه تو جاي الاكاديميه واجتهد على نفسه واشتغل على نفسه الى ما برز قدام المدرب. المدرب شاف ان اللاعب هذا يستاهل انه يكرمه من عنده شخصيه، وهذا صراحه تكريم لابد انه يكون له اشاده جيده من الكابتن رضوان. طبعا تحيه نسمعها للكابتن محمد خالد. تعال ابو محمد. طبعا ولي امر اللاعب الاستاذ خالد. تعال تستلم انت تعال النص. خلاص بس قدام كذا. تعال ابو سعود. معكم انت خليك خلاص. طبعا كل الشكر والتقدير للكابتن رضوان، يستاهل كل التقدير والاحترام. اشاده طيبه، وان شاء الله نشوف الافضل اللاعب محمد. موفق ان شاء الله. الله يجزاكم بالخير ان شاء الله. طبعا ايضا تكريم ثاني ان شاء الله انه يكون لاعب واعد، ايضا لاعب واعد وكان معنا في الاكاديميه وكانت طموحه افضل وقاتل الوقت هو واخوه. طبعا اخوه اليوم ما حضر، الكابتن يحيى الطميحي لاعب واعد. لا بجي لان هذا تكريم للاعب يحيى الطميحي من قبل الكابتن رضوان، ان شاء الله يكون دافع معنوي له. ايضا يا شباب تكريم اخر هو طبعا لاعب مزعج كل امانه، لاعب مزعج ومشاكس، والله مشاكس، ولكن يعتبر فاكهه الاكاديميه محمد عادل نور. يستاهل كل التقدير والاحترام. طبعا استاذ خالد تعال. صورنا. الله يجزاكم خير ان شاء الله. يستاهل. جاي ان شاء الله. الله يوفقه ان شاء الله. يستاهل. ايضا تكريم لاعب اخر، لاعب ايضا واعد يا شباب، اللي هو عبد العزيز ما شاء الله عليه، يعني لاعب داخل ارضيه الملعب يعتبر مصدر تهديد للمدافعين. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. اشكركم. يعتبر لاعب من جد، يعني المدافع يتضايق دائما من الناس اللي قصار في القامه، رغم انه يسولف كثير ولكن طالع على ابوه ما شاء الله. يحرج المدافعين ها. اي والله يحرجهم يعني، ما شاء الله عليه. يلا ان شاء الله نشوفهم. عليك بايش اسمه بالرف اللي عليه ميزانيه شيله وحط طبعا اللاعب هذا يا شباب يعني بكل امانه، يعني حتى ابوه دائما متساعد معانا ودائما يعني موجود معانا، واللاعب من بدايه ما تاسست الاكاديميه الى اليوم ما شاء الله عليه. اذا ما جاء الاكاديميه يتصل علي ابوه واسمعه يصيح، يقول يا اخي استاذني اليوم عشان ما يجي عبد الرحمن. والله وكلني. يستاهل عبد الرحمن الشتيفي يا شباب. ابوه موجود في الحد الجنوبي يتواصل معانا. هذا اخوه موجود هنا. خلاص اخوه موجود. هذا بندر. تعال انتبه له. يلا تستاهل. طبعا نعتذر وقف شويه بالصوره نعتذر يا شباب للناس اللي
نعتذر يا شباب للناس اللي ما حالفهم الحظ وكرمهم الكابتن رضوان. الكابتن رضوان نتمنى له التوفيق يا شباب. الآن هو درجة ثانية في الاتحاد السعودي، حكم معتمد، اسمه بفضل الله سبحانه وتعالى ونياته الطيبة اعتمد اسمه يا شباب للموسم الرياضي اللي الآن 1437، وإن شاء الله إن نشوفه في الدرجة الأولى ثم الدوري الممتاز. كيف؟ الصورة الجماعية شباب نحب الولاد وتكون معهم الدروع مفتوحة زي كذا. يلا كل واحد يفتح الدرع. اللي معاه الدرع يا شباب.